اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليم. عسلامة يا جماعة ومرحبا بكم من جديد في قناتي كوكينج دريم. كما قاعدين تشوفوا العيد إن شاء الله على الأبواب، إن شاء الله ربي يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وإن شاء الله عيدكم مبروك بالمسبق. وباش نبداو في تحضيرات العيد اليوم باش نعملوا وصفة البشكوت. نبداو على بركة الله. جبت 6 بيضات بحرارة الغرفة، ونخليكم مقادير في صندوق الوصف. 300 جرام سكر، باش نزيد عليهم 300 مليلتر زيت نباتي، 800 جرام فرينة معاها 2 باكوات خميرة، باكو صغير كريمة عادية، ومعاه 150 جرام فاكهة خلطة ما بين بسباس، اللي يحب بسباس، اللي يحب يحط قشور برتقان، وإلا أنا حطيت من كل حاجة شوية ما قيمته 150 جرام، وزدت عليهم شوية بوفري ومهرش. توا باش نبدأ أنا نحضر المكونات متاعي. مع العلم راي الوصفة هذه اللي عندي من غير ماكينة، أنا ما عنديش ماكينة، أما باش نوريكم أستوس للناس اللي ما عندهاش ماكينة متاع بشكوتو في الدار، وإلا قمع متاع بشكوتو في الدار، باش نوريكم الطريقة. هنا باش نزود بالسكر مع العظم اللي يذوب بشوية بشوية، وباش نبدأ نزيد الزيت ونخلط المكونات متاعي. شوفوا هنا ما استعملتش لا باتور لا حتى شيء، كل شيء يدوي. وسعوا بالكم معاه شوية حتى بيديكم تنجموا تخلطوا، نعملوا بالطريقة متاعنا العادية متاع مماتي وأمي، ومن غير ما نخلطوا بحتى شيء. تنجموا حتى تحسوا السكر ذاب وإلا ما ذابش، زدت عليهم سكر فانيليا، تحب تزيدوا عطرشية تنجموا تزيدوا. أنا لهنا استعملت سكر فانيليا اللي بنكهة العطرشية. هنا باش نجيب المكونات متاعي العادية، 800 جرام فرينة فقط باش نستعمل، وباش نحط عليهم نفس مغرفة، سامحوني، نشاء وإلا مغرفة كريمة بروح العطرشية الموجودة في المحلات، ومعها 2 باكوات خميرة حلويات، وباش نزيد عليهم الفاكهة اللي عندي ما قيمته 150 جرام. كما قاعدين تشوفوا راني هروشتهم شوية باش نخلط النواشف الكل مع بعضهم هكا كما قاعدين تشوفوا لين يتداخلوا الكل. وباش نزيد عليهم توا السوائل اللي عندي اللي خلطتهم، العظم والزيت والسكر متاعي، باش نزيدوا بشويه بشويه، وباش نلموا العجينه لما رانا ما نخلطوش وما نعجنوش البشكوت، وما نخلطوش برشا، على خاطر اذا كان خرجت الفرينه الجلوتين نتاعها باش يجيكم البشكوت ويابس. جوست نلموا لما. هذا لاستيوس نتاع الوصفه نتاعنا، الوصفه من غير ماكينه، وباش يجيكم بشكوت وهشوش وبنين. السكر نتاعو معدل 300 جرام، تحبوا تزيدوا حلاوه نتاعو تنجموا تزيدوا، تحبوا تنقصوا زاده لكم سديد النظر. هنا باش نلموا بشويه بشويه. هنا الفرينه نتاعي راهي ما تشربش. بالنسبه لكم انتوما، انا راني ما عنديش ماكينه، تنجموا تستعملوا كيلو. اذا كان باش تستعملوا الماكينه اليدويه في مقدوركم تستعملوا كيلو فرينه، اما انا راني مانيش باش نستعمل الماكينه، حبيتو يكون طري شويه، لذلك استعملت كان 800 جرام فرينه. هنا باش نبدا نلم الجناب الكل، وهذه العجينه اللي باش نتحصل عليها طريه. هايك طريه ماهيش يابسه، دوب ما ننزل بصبعي خلي تراس. هذه العجينه اللي حاجتي بها كيما عجينه والا المكونات متاع البوتي فور، عجينه طريه وباش يجيكم زاده هشوش قدره السميع العلي. باش نغطيه شويه ونخليه على جنب. هنا بما اني ما عنديش لا قمع لا ماكينه، باش نعمل البوش سيليكون وباش نحط لها القطع متاع البوتي فور العادي. وجبت لهنا الطبق متاعي العادي، وباش نبدا نرصف في كعبات البشكوتو. مع العلم راني خليت الفور متاعي على 180 درجه مسبقا يسخن. هنا نكونوا الكعبات اللي عنا. هيا شوفوا ما يتلصقش في اليد العجينه. تحبوا تلفوه، تحبوا تعملوه فوالا نحي الزيت الكل، تحبوا تعملوا كعبات مدورين، تحبوا تعملوه قصير اقصر من هكاك، لكم سديد النظر، كل واحد وذوقه. هنا نستويهم من الجناب، الزايد اللي عندي الكل نحيه، ونكمل بالبوش. شوف هو باش يجيكم مكبوس شويه على خاطر فيه الكعبات البفريوه، هذاك علاش هروشوهم على قد ما تقدروا، اما ما ترحوهمش تهرويشه باش ما يقعدوا لكمش واحل في الدوي.
خاطر ساعات تلقى كعبة بوفريوة تعطلك شوية باش تخرج شوية العجينة وترسيلكم تعاودوا من الأول وجديد. هنا نستوي الكعيبات اللي عندي ونعاود نكمل. بالبوش ونستوي ونكمل الباقي. هذه لاستوس نتاع الناس اللي ما عندهاش ماكينة، اللي ما عندوش قمع، مش بالضرورة يكون عندكم كل شيء. وصفة سهلة وصدقوني تجربوا الوصفة مستحيل باش تبدلوها، خاصة البشكوتو النهار الأول باش تعديولو نهاير من غدوة، صدقوني باش ترحمولي على والديا، باش يجيكم هشوش وبنين خاصة مع الفاكهة. تحب تحطوا جرجلان، تحب تحطوا بفريوة، تحب تحطوا بسباس، تحب تحطوا قشور برتقال، اعملوا اللي يحب. هنا طابوا الكعيبات حمرتهم شوية، هذوما الكعبات حطيتهم على 180 درجة كما قلت لكم مدة 20 دقيقة، ما تخليوهمش برشا يحمروا خاطر يبسولكم. أما كل واحد وطريقته، وإلا كل واحد والبشكوت كيفاش يحبوا، فما شكون يحبوا أبيض، فما شكون يحبوا مستحمر كيفي أنا هكا شوية. البشكوت بسم الله ما شاء الله جاه شوش، قعدت نستناله في الأذان باش نجرب شوية، وهنا مع قهيوة صدقوني من أروع ما يجي بشكوت العيد. إن شاء الله وصفة اليوم عجبتكم، إن شاء الله تجربوها، واللي باش يجربها وإلا جربها يرجع لي في كومنتير ويعطيني رأي. نهاركم زين والشهية طيب.